بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح وهذه الصحبة الطيبة في هذا المكان الرائع، شلال درمشان، واحد من المعالم الطبيعية الجميلة في منطقة الراشدية. اليوم إن شاء الله قررنا أن نديروا واحد نقاش مفتوح نناقشوا فيه مجموعة من المواضيع اللي كتهمنا وكتهمكم كشباب، وبغينا أيضا المشاركة ديالكم في هذا النقاش ومشاركة الآراء ديالكم في التعليقات إن شاء الله. معايا السي عبد الحليم زين الدين، طالب لغة عربية بالكلية المتعددة التخصصات، وأيضا السي إبراهيم الطيبي اللي هو أيضا طالب لغة عربية بنفس الكلية. السي عبد الحليم إن شاء الله غادي يفتتح هذا المجلس بآيات بينات من الذكر الحكيم ومع هذه المناظر الطبيعية الجميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جزاك الله خيرا سيدي عبد الحليم، وتقبل الله منا ومنكم هذه التلاوة المباركة. أولا بغيت نعرف الرأي ديالك في هذه المنطقة الجميلة اللي جينا نزورها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله المكان خلانا نتفكروا في عظمة الله سبحانه. ما شاء الله أنا جد مسرور أنني أولا معكم وثانيا أنني في هذا المكان الجميل الخلاب. أنت السي إبراهيم واش بالك في هذا الخرجة هذه؟ صراحة هذه البلاصة زوينة بزاف، فيها نص طبيعة، بشحال هذه متحيد من الروتين ديال الدراسة وداكشي، والحمد لله تجمعنا في هذا المكان طيب مع رفقة طيبة إن شاء الله. وصراحة هذه الجبال وهذا الطبيعة وهذا النباتات وهذه المياه الجارية والصوص ديال خير المياه كيخلينا نتفكروا في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. كما كنبدا اخي عبد الحليم، هاد الخرجات هذه كتخلي ان الانسان يكتشف البلايص، يشوف الناس، ما يبقاش منعزل، لانه سبحان الله العظيم في هذا الزمن هذا
من اكثر الاشياء اللي كتخلي الانسان منعزل وكتخليه يعني خارج على الواقع ديالو هو مشتت ديال الهاتف النقال. وهو في الحقيقه يقدر يكون نعمه ونقمه على صاحبها كما اي حاجه في الحياه. ما يمكنش نستغناو عليه خصوصا في الحياه ديالنا اليوميه، ولكن الاهم اننا نستعملوه بحكمه. واليوم ان شاء الله غادي نشاركوا بعض الافكار ونتكلموا على هذه القضيه ديال الاستعمال ديال الهاتف، وكيفاش اننا نرشدوا الاستعمال ديالو، وايضا كيفاش نستغلوه كنعمه في التعلم الذاتي. التليفون اول حاجه اودي سيدي عبد الحليم، بغيت نعرف تعطينا بعجاله كيفاش داير الاستخدام ديالك للهاتف. الحمد لله الاستخدام ديالي للهاتف غالب الوقت انا اللي كنتحكم في الهاتف، ولكن بعض المرات في العطل في شي مرات كان بالضغط ديال الدراسه كنحس ان الهاتف خادني، ان مجمل وقتي كيدي الهاتف، فانا ذاك كنحاول نقنن استعمالي للهاتف، كنحاول نوضع كل برنامج شحال غنستخدمه من دقيقه في اليوم. كنحاول بالضغط ديال الدراسه مثلا ما نبقاش منعزل مع الهاتف، كنخرج لبرا، كندير رحلات بحال هكذا، كندير نعم. وهذا سبحان الله العظيم دائما كاين تقنيات في الهاتف نفسه باش انك تقدر تتحكم فيه. نعم انت السي ابراهيم كي داير العلاقه ديالك مع الهاتف؟ الصراحه العلاقه ديالي في الهاتف مع الهاتف كانت ياخذ ليا بزاف ديال الوقت، يعني وقت طويل كانت ياخذ ليا في الحياه ديالي في النهار ديالي، يعني كياخذ حيز كبير في اليوم ديالي. فمؤخرا اكتشفت ان كيف قلتي دابا كاين ان شي تطبيقات كيف وسط التليفون هما اللي كيخليو يقننوا الاستخدام ديال بعض التطبيقات. مثلا انا عندي تطبيقات ديال مواقع التواصل الاجتماعي كنستخدمهم بزاف، لهذا واحد كيفاش قدرت انت كتستخدمهم بزاف؟ كيفاش قدرت انك تقنن هذه المساله هذه باش ما تاثرش عليك في الحياه ديالك؟ ضبطت في الهاتف واحد في التطبيق ديال الضبط اعداد ديال الرقابه الابويه، كي تختار انت الوقت اللي كيناسبك لكل تطبيق. وصراحه نفعتني هاد القضيه هذه بزاف باش نقص من الادمان ديال الهاتف، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عندي وقت قصير، المهم ما نكونش منعزل على الحياه الاجتماعيه وشنو واقع في العالم، يعني هو بدون افراط وبدون تفريط. نرجع لك يا اخويا عبد الحليم، كيفاش كتشوف انت الناس والمجتمع كيفاش كتشوفوا كيستخدم الهاتف؟ واش كيستعملوا في الخير، واش في الشر، واش يعني بصفه عامه؟ صراحه الهاتف هو نعمه، وبعض الناس كيستخدموه فيما هو ايجابي، ولكن اغلبيه الناس واكثريه الناس كيستخدموه فيما هو سلبي. دابا كنشوفوا الشباب انه ولا منعزل مع الهاتف ديالو، ان الشباب بقى كيسكرولي بزاف. هذا الشيء سبب في التشتت في اطار هذا السكرول اللي كاين في مواقع التواصل بزاف. كيفاش كتشوف التاثير ديالو على الشباب عموما وعلى الناس، على الشباب خصوصا وعلى الناس بصفه عامه؟ واش يعني عنده شي اثار فعلا ولا؟ نعم، اكثريه الشباب بقى كيأثر عليهم سلبيا. كنلقاو المشكل كي قلت لك ديال التشتت، كنلقاو المشكل ديال البلاده في المشاعر. مثلا نعطيك مثال حي، ان مثلا كيشاهد الشاب ولا الطفل ولا اي صنف من اصناف المجتمع، كيشاهد مثلا في الريلزات، كيشاهد ريلز على غزة ويبكي المشاعر ديالو، كيشاهد ريلز اخر على معلومه ثقافيه، كيشاهد ريلز اخر مقلب، هادشي كامل في دقيقتين. كيشاهد ريلز اخر في موضوع اخر، كتولي عنده في ساعه او في نصف ساعه بزاف ديال المشاعر. هذا مشكل، هذه البلاده في المشاعر. ايضا انه كيخليش الشباب يقرا. بزاف ديال الشباب الا حيت له الهاتف غيقرا، مادام عنده الهاتف ما غيقراش. فعلا الهاتف كيشكل مشكل لينا حنا كطلبه. حنا ماشي فوق منكم ولا احسن منكم، حتى حنا راه الهاتف تاخذ لنا وقت كبير من حياتنا، من وقتنا، حتى حنا راه حنا مدمنين فعلا. صحيح. ما نقولوش، ولكن حنا في هذا النقاش دردشه خفيفه كنهضروا على هذا الموضوع.
بالنسبه للتجربه ديالي انا شخصيا، الهاتف كان كياخذ لي بزاف ديال الوقت فعلا ولا زال. لكن الحمد لله في هذه الايام الماضيه حاولت انني نقنن الاستخدام ديالو. كما قال ابراهيم، كاين في الاعدادات ديال الهاتف مجموعه من الوسائل اللي كتخليك تضبط الوقت ديال كل تطبيق مثلا، ولا ديال الشاشه ديال الهاتف ولا اي حاجه. ولكن انا شفت بلي هذه التقنيه مزيانه فعلا، لكنها حيله نفسيه اكثر من انها كونها يعني واحد الحاجز اللي هو تقني، لان ببساطه تقدر تغيرها. فالحمد لله بفضل الله تعالى بعد الكثير من البحث الحمد لله وصلت الى تقنيه اللي ربما تستافدوا منها، وهي انني في الهاتف انشأت الحساب ديالي الاساسي، الحساب ديالي الالكتروني الاساسي خليته في الهاتف ديالي. من بعد انشأت حساب اخر في الحاسوب، او لا تجيب شي تليفون اخر، انشأت حساب اخر. وكاينه واحد التقنيه اللي دايرها شركه جوجل، دايرها هي الرقابه الابويه. يعني انا مثلا كأب، الرقابه الابويه مخصصه للاباء باش يراقبوا الاولاد ديالهم، وهذه رساله للاباء. اللي عندك شي وليدات وعندهم اجهزه ديالهم، بغيت تراقبهم، بغيت تحدد لهم الوقت شنو كيشوفوا، لان من بين المخاطر اللي ما ذكرناش عليها انه يقدروا يطلعوا لهم بعض الصور اللي هي لا تليق به. فالحمد لله انشأت حساب اخر وربطته بالحساب الاساسي ديالي، وخليت ذاك الحساب هو مشرف عليه. يعني درت الخدمه ديال الاب مع الابن ديالي، درت الوقت ديال العديد من التطبيقات، وقت استخدام الشاشه ديال الهاتف مثلا شحال في النهار من ساعه، العديد من الاشياء. بعد ما درت هذا الحساب هذا، الرمز السري ديالو ما بقاش عندي، حيدته من عندي من التليفون ولا من اي بلاصه، ودرت واحد المهم ارسلته في واحد الموقع الى واحد الموقع اخر اللي كيقدر يصيفط لك مثلا ميساج في الايميل ديالك من هنا شهر، شهرين، سنه، انت كتحدد. فانا هذه الخطوه درتها باش ان شاء الله نحاول انني نتعود على انني نستخدم الهاتف بشكل اللي هو حكيم، وكيخليني انني ننضبط مع هذا المسار هذا بدون اي تغيير، وهذه هي اهم حاجه. لكن الانسان بطبيعه الحال خصو يحاول انه يتحكم في راسو، يتحكم في داكشي اللي كيدير الهاتف ديالو، راه يقدر يكون نعمه ويقدر يكون نقمه. سي ابراهيم، واحد السؤال مهم هو الاستخدام ديالك للهاتف، رغم انك كما قلت قننته، واش كتحاول انك تقرا به وتتعلم به شي حاجه ربما اللي تقدر تنفع؟ بزاف ضروري. خصنا التليفون كيف قلتي قبيله نعمه ونقمه. دابا حنا كطالب اننا ما بقيناش صغار اللي ما نعرفوش الصح من الغلط، فخصنا دابا نختاروه فيما يرضي الله وفيما ينفعنا في الحياه الدينيه والدنيويه. فمثلا مثلا مواقع اليوتيوب، يمكن مثلا تمشي تفرج محاضرات، مثلا تدخل جوجل مثلا تقلب على مكتبات الكترونيه، تقرا كتوبه اللي ينفعك في في في, في, في الاتجاه الدراسي ديالك، او في غير الاتجاه الدراسي ديالك، مثلا في الدين او في التاريخ او في اي اشياء التي تقوي المعارف ديالك جميعا. انت سيدي عبد الحليم، واش كتستعمل الهاتف في الاشياء اللي كتنفعك؟ تعلم شي حاجه، تبحث على شي حاجه، كما كان الحال راه كتبقى طالب وكتحتاج تستعمل الهاتف. الحمد لله كنستخدموا الهاتف بزاف د الحاجات كينفعونا. كي قال ابراهيم، ممكن نضيف انا انها الحمد لله كحافظ قرآن كنستخدمه في مراجعة الوردي من القرآن في بعض التطابيق كتطبيق ترتيل. هذا التطبيق كيخدم بالذكاء الاصطناعي. نعم، تطبيق جميل. اي كتقرا وهو كيكتب، حيت كيكون عندك الخطأ كينبهك ان خطأ. نعم، كإشارة لهذه القضية أنه كاين بهذا الخطأ هذه. طبعا كتبغي اشتراك باش تكون الناس في المعلومات ديالهم أنك كتبغي اشتراك تخلص فلوس، ولكن على العموم التجربة المجانية كتبقى مزيان. نعم صحيح. الحمد لله كنستخدمو كذلك في البحوث، كذلك كنبريباري الامتحانات، كنلخص. وحتى السي علي لك نفس السؤال، يمكن لك تجاوبنا كيفاش ينفعك في الحياة كطالب لغة إنجليزية؟ في الحقيقة بالنسبة لهذا السؤال مهم. الهاتف خصوصا في اللغة الإنجليزية أو اللغة بصفة عامة، الهاتف وسيلة
نافعة وناجعة بالفعل، لأنه الحمد لله اللغة خصوصا اللغة الإنجليزية لغة عالمية، المصادر ديال التعلم ديال هذه اللغة متنوعة، غير اليوتيوب مدرسة فقط بغض النظر عن الكتب والمواقع وهذا. ولكن المشكل الهاتف هو قضية التشتت، كتبغي تمشي تقرا كتلقى مثلا في مواقع التواصل كتقلب منها في واتساب كذا، ما عقلك تيمشي بعيد. ولهذا رجعوا اللي هضرنا عليه الرقابة الأبوية، أنها درتها باش نحاول أنني نصلح هذا الخلل هذا. الهاتف تقدر تسمع منه اللغة الإنجليزية، تسمع بزاف ديال الصوتيات. وعلى فكرة من أهم الطرق باش تتعلم أي لغة هي الاستماع المكثف قدر الإمكان. تقدر تقرا منه، كاين PDF وهذا تقدر تستعملهم. كاين اللي ما عندوش قدرة باش يشري دائما الكتب. تقدر كاين مواقع وتطبيقات تهضر مع ناس أجانب. وأيضا تقدر أنك كما قلنا تتفرج في فيديوهات اللي كتهضر على المواضيع اللي عندها علاقة باللغة وتستافد أكثر. فالهاتف كيبقى وسيلة مهمة جدا في تعلم أي مهارة كيفما كانت، الصغير التقنين والاستعمال الحكيم والمتوازن. شنو دابا مزيان. اش بقى كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. والله عملنا نوضنا 13 نوض سي رجعنا عافا. انا شويه 16 جا اشي مسكين ما باين حدث. راه خصنا نجيب لنا يتغرق بتشرم راه نشوف خولا راه بزاف سيدي حداك، راه في الساك الزرق، لا راه في الساك كبش لا باقي هذا على هذا مشيش تسرق كان كانت بالنسبه لي كويس ساعة نكون صفرنا أنا. بالآخر هذا كاع كان راسها دابا شاف فيك انت وغير هذا ماشي كنضحك اللي غتكون اش كضحك. صافي يلا ديك الكلام واش داير يمشي صافي واحد الكلام يعني واجد واش كتشربات راه خصني نبقى كنشرب عبد العالي. تكلم على هاد الشربات. انت سيدي عبد العالي نفس السؤال المنشأ، شكون هو طبعا محكمة ماري طبعا واش فيها الماء شراني وانا طعم قبيله طاب في المرمط عطيه يشرب عطيه يشرب.